المستجدات الفلاحية بلادنا، أهلا بكم. كنقدموها لكم من جماعة الغنيميين إقليم برشيد في إطار الدورات التكوينية اللي كتنظمها مبادرة المثمر بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بن-قرير. الدورة التكوينية ديال اليوم كانت حول الزرع المباشر والضبط ديال الآلة، فغادي نشوفوا هذا الشيء كامل مع السيدة مريم قلوعي ممثلة مبادرة المثمر إقليم برشيد. اليوم في اطار سلسله ديال التكوينات اللي كتقوم بها مبادره المثمر بالاقليم، فاحنا نظمنا تكوين وكذلك مدرسه حقليه بجماعه الغنيميين، جماعه من احدى الجماعات ديال اقليم برشيد، جمعنا فيها الفلاحه من اجل دوره تكوينيه اللي الموضوع ديالها هو الزرع المباشر كنظام، وكذلك الضبط ديال بالداره ديال الزرع المباشر. هذه الدوره التكوينيه تم التاطير ديالها من طرف الخبير الزراعي سي عبد الله ابو درار اللي شرح فيها الركائز ديال النظام ديال الزرع المباشر، كذلك الضبط ديال الاله ديال الزرع المباشر اللي كيتعتبر يعني واحد المساله اللي هي مهمه باش اننا ننجحوا هذه التقنيه في الميدان وفي الاراضي الفلاحيه ديالنا. فكذلك قمنا بواحد يعني تمرين تطبيقي اللي شاركوا فيه الفلاحه، طرحوا فيه التساؤلات ديالهم على كيفيه ديال الضبط ديال هذه البذاره من ناحيه ديال العمق، يعني الضبط ديال الاسمده، الضبط ديال يعني العمليه ديال يعني البذور في الاله، وكذلك السرعه اللي خصو يمشي بها البذاره باش اننا ننجحوا هذه التقنيه هذه. كذلك وضعت جامعه محمد السادس متعدده التخصصات يعني في اطار البرنامج ديال والمبادره ديال المثمر بالدارتين رهن اشاره جوج ديال التنظيمات المهنيه بجماعه ديال الغنيميين من اجل المساهمه في الوصول يعني الهدف اللي حطاته الوزاره ديال الفلاحه واللي هو بلوغ 1,000,000 هكتار في افق 2030 كمساحه ديال الزرع المباشر. كانت هذه المستجدات الفلاحية بلادنا، في امان الله.